فما نيجي نتكلم عن وعي العار، فاحنا بنجذب في الحياه كل ما هو عار، وان انا ضحيه فبجذب من الحياه كل ما هو يخليني ضحيه اكتر. طيب لما يحصل لي توترات في الفكره دي حرفيا انت هتعيا. يعني لو انت حاسس دايما ان انت مالكش قيمه والاحساس دوت طاغي على قلبك قوي فانت هتعيا. فانا عايز اقول لك بقى انت بتعمل ايه؟ تبقى مريض حرفيا، يعني بتبقى مريض بيجي لك امراض، فانت بتتنقل كمان، انت كمان مش عار، ده انت عار وعيان. وبص انا ايه، هتكلم في الموضوع باستفاضه شويه يعني. ما بحبش قصه المؤامره يعني، ما بحبهاش خالص. بس تعالى نتخيل، هو ممكن يكون بيذيع لك لقطه الفيديو وهو قاصد يزعلك عشان تحس بكده. انت لو مشيت بالتخيل ده هتلاقيها ممكن، لان في المقابل هو ما بيجيبش اي لقطه هو فيها ضعيف. اي لقطه بيبان هو فيها ضعيف ما بيجيبهاش. يعني ما بيبقاش واحد ميت والكاميرات كلها تروح تصوره ويتاجروا بمنظره. احنا اللي بنعمل كده، احنا بس اللي نجيب حد ميت سواء بقى طفل او ونصوره ونقعد كلنا نتشحتف عليه. طب هم ما هو بيقع منهم برضه، هل هم بيصوروا وبيذيعوا كده وهم كمان بيقولوا العار؟ ولا ما بيعملوش كده، لا، فاحنا اللي بنعمل كده. فهل هو مقصود ان هم يخلونا نعيش في الوعي ده؟ هل هم كل ما يحسوا ان احنا بنشم نفسنا شويه يروح ضارب لك مستشفى ولا ضارب لك حاجه فقلبك يتقطع فترجع، ولا هو ارجع تاني عيش في وعي العار؟ الله اعلم، ممكن. يعني كل اللي انا عايز اقوله ان انت ما تشاركش البوستات او تكتب بوستات فيها تطلع مشاعر عار او مشاعر استضعاف. واعمل اللي عليك، اعمل ما استطعت. وكل ما حدث يحصل اكبر ما تقولش انا هكتب بوست فيه عار اكبر، قول لا، انا كل ما حدث يحصل اكتر هكون فاعل وهدعم باللي هقدر عليه اكتر. فاما يحصل حدث صعب فانت تشارك بطريقه ايجابيه وطريقه فعاله احسن ما تنقلنا وتنقل نفسك لوعي العار.